وريبل مون بارت 1 A Child of Fire هو الفيلم الاول لزاك سنايدر في محاولته ان هو يبدا سينماتيك يونيفرس على نتفليكس للمره الثانيه. وزي المره الاولى بالظبط الفيلم نزل وطلع وحش جدا لاسباب كتير، زي ان المحتوى اللي موجود في الفيلم سطحي جدا وبيزك، زي ان الجنود الاشرار اشرار لان هم اشرار وبس كده، وزي ان معظم المحتوى اللي موجود هنا مسروق من اعمال تانية زي ستار وورز، من القصه للحبكه لمشهد البدايه للاماكن لبعض العوامل الفرديه زي الاسلحه اللي بتدمر كواكب والسيوف اللي بتنور. لكن انا شخصيا مش مهتم ان انا اتكلم عن الحاجات دي. الحاجه الوحيده اللي خلتني عايز اتكلم عن الفيلم ده هو الشخص اللي وراه، زاك سنايدر. ليه؟ تعالوا لما اقول لكم. اهلا بيكم، معكم محمود وسام من قناه ايجيبشن نيرد، والنهارده معانا فيلم ريبل مون هنبص عليه عشان نحاول نتعلم منه ونشوف عمل ايه صح وعمل ايه غلط، واجاوبكم على سؤال هو ليه فشل. انا شخصيا واحد من السنايدر فانز، وفي رايي هو من افضل المخرجين اللي بيقدروا يصمموا مشاهد، لكن حاليا حتى انا بدات ازهق منه لانه اتحول لان هو يبقى اكبر ويست اوف تالنت في تاريخ هوليوود بالكامل، ودي حاجه غيظاني انا بصراحه، خصوصا مع فيلم زي ريبل مون اللي يعتبر الوصول للقاع بالنسبه لزاك سنايدر. لان ميك نو ميستيك اباوت الفيلم ده هو زاك سنايدر، هو المخرج، هو المؤلف، هو المنتج، هو السينماتوجرافر، وغالبا كان هو حارس الامن ومسؤول التغذيه برضه. والمشاكل الاساسيه مع ريبل مون كفيلم هي المشاكل الاساسيه مع زاك سنايدر كصانع افلام. فتعالوا نشوف ايه هي المشاكل الاساسيه دي اللي لو موجوده فيك فانت لازم تبقى عارف مين هو عدوك اللدود وازاي تقدر تتغلب عليه، لانها لو موجوده فيك فعدوك اللدود هو نفسك. مشكلة زاك سنايدر الأساسية الأولى في الفيلم ده هي الهوس بالأساطير، واللي معناها إن التركيز بيبقى على حاجات ليها علاقة بالفيلم مش بالفيلم ذات نفسه. تعالوا نوريكم. زي ما بالتاكيد اخدتوا بالكم فالفيلم ده فيه كميه كبيره من الباك ستوري والورلد بيلدينج والفور شادو. في اوبننج الفيلم في عندنا فويس اوفر اكسبوزيشن بيتكلم عن القوه اللي موجوده في العالم. The glory of the mother world seemed without end until an assassin's blade struck down the king and queen. لما الامباير وصلت لكوكب كورة في عندنا اكسبوزيشن عن علاقة المزارعين بالامبراطورية. لما الامبراطورية وصلت بقى في كلام عن انهم محتاجين الاكل علشان يواجهوا الثوار. لما جنود الامبراطورية استقروا في قرية كورة بقى في عندنا روبوت بباك ستوري. على الرغم من ان البناء يعتبر شيء كويس، ولكن اسلوب سنايدر فيه بيجي معاه شويه منغصات. الاولى هو ان مبقاش فيه اي سياق للاحداث، والثانيه هو ان مبقاش فيه اهتمام بالوقت الحاضر. وعدم وجود سياق للاحداث معناه ان الباك ستوري ما بيبقاش ليها معنى في الوقت اللي بتتقال فيه. لما الامبراطوريه ظهرت علشان تتكلم عن انها بتطارد الثوار، احنا ما شفناش لا مطارده ولا ثوار، ما شفناش الثوار بيعملوا اي مشاكل للامبراطوريه، احنا ما عندناش اي فكرة ليه الامبراطورية محتاجة كل الاكل اللي عند القرية دي علشان الحرب. ايوه ماشي، ليه؟ مفيش اي مشاهد شفناها فيها الجنود بتوعك وهم بيموتوا من الجوع في الحرب، مفيش اي دليل على انك محتاج كل الاكل ده علشان الحرب. لما الروبوت بيتكلم عن هو المفروض كان الحارس للملك اللي اتقتل، فاحنا في عندنا نفس المشكله، احنا لا شفنا الملك ولا شفنا القصر بتاعه ولا شفنا الاساسن ولا شفنا الاميره ولا شفنا الروبوتس دي وهي بتحارب او ان هي بترفض ان هي تحارب لما الملك اتقتل وبترمي اسلحتها وبتستسلم، ما شفناش اي حاجه. كل ده مجرد كلام، جايز في وقت من الاوقات قدام هنشوف منه حاجه او لا، ولان ما بيبقاش في سياق للاحداث الكلام ده بيبقى ملوش لازمه. لما الروبوت بيرفع سلاحه علشان يحمي البنوته الكيوت من الجندي الشرير المفروض يبقى مشهد قوي، لكن ده ما حصلش لاننا ما شفناهوش هو او اي روبوت تاني بيرفض ان هو يضرب نار او ما ينفذش اوامر. الفيلم قال انه مش بيحارب علشان بعدها بمشهدين يديله سلاح علشان يضرب بيه في ثواني وبعدها طلع يجري من الفيلم بالكامل. وان يبقى في سياق للاحداث ده شيء اجباري مش اختياري، زي ان في ستار وورز مش بيبتدي باكسبوزيشن ومشهد لسفينه بس، لا ده احنا كمان بنشوف الامبراطوريه وهي بتدور على الثوار وبتتقدم لنا عن انها قوه محدش عارف يقف قصادها. في الحالة دي فيلم ريبل مون كان المفروض يبتدي بعملية اغتيال الملك
او نشوف مشهد للامبراطوريه وهي بتحارب الثوار علشان يبقى في سياق للكلام اللي هيجي بعد كده. حاجات زي الحرب، زي الباور داينامكس، زي الفيلن، زي ماضي كوره، كل الحاجات دي ملوش اي لازمه بدون السياق اللي موجود في اول الفيلم. المناقص الثاني اللي بيجي مع زاك سنايدر وغالبا هو الاهم هو ان معظم افكار زاك سنايدر الكويسه بتبقى موجوده يا اما في الماضي يا اما لسه هتيجي في المستقبل، مش في الوقت الحاضر في الفيلم. ودي حاجه تزعل لان الفيلم ده كان فعلا فيه حاجات كويسه، زي غزو كوكب كوره وهي عيله صغيره، زي انها بقت جندي عديم الرحمه للامبراطوريه بتحارب في حروب دمويه باسم الامبراطوريه في مجرات تانية، زي ان كوره بقت حارس خاص للاميره اللي عندها قدرات خاصه، زي عمليه اغتيال الملك، زي ان المحاربين اللي مع كوره ليهم تاريخ مفصل في عالم الفيلم. Battlefield Commander General Titus. كل دي افكار كويسه جدا، ولكنها في الفيلم ده هي مجرد خطوط بسيطه. في الفيلم ده كل اللي الروبوت عمله انه ضرب نار من سلاح وبعدها اختفى. في الفيلم ده كل اللي القائد العبقري عمله هو انه يعيط، بعدها اتاخد اسير، بعدها بيضرب نار من بندقيه. في الفيلم ده كل اللي كوره عملته هو انها بتتفرج على ناس تانية بتعمل حاجات تانية. في الفيلم ده اغتيال الملك ما بيتجاوزش كونه مجرد كلام، لان التركيز على حاجه تانية خالص. Tell me, partner, when I can expect my harvest. Come on, man. اللي عايز اوصل له انه مشاهده فيلم لزاك سنايدر حاليا بقت محبطه جدا، لان عنده افكار جميله ولكنها دايما بعيده. مع زاك سنايدر دايما في نسخه تانية من الفيلم، دايما في جزء تاني، وقت تاني هتظهر فيه افكاره العبقريه، الا ان ده عمره ما بيحصل، لان هو بيبقى دايما مصر ان هو يعمل حاجات مش مثيره للاهتمام. لان دلوقتي الفيلم ده بينتهي على ان الفيلن راجع تاني، زي ما يكون بيقول لنا ان هو في الجزء التاني هيبقى مثير للاهتمام اكتر وهيبقى شخصيه افضل، ودي حاجه بتعصبني. ليه في الفيلم اللي جاي؟ ليه كان ممل جدا وملوش اي لازمه في الفيلم ده؟ لو عندك كل الافكار الجميله دي، ليه تبدا الفيلم بنص ساعه ما بيحصلش فيها اي حاجه؟ يا عم زاك سنايدر، هو ليه افضل افكارك دايما بتبقى موجوده في الشورت مونتاج؟ واي ذا هيل افضل افكارك يا اما كانت موجوده في الماضي يا اما لسه هتيجي في المستقبل؟ ليه مش هنا ودلوقتي؟ انت لازم تكون دلوقتي فهمت ان لو الفيلم الاول بتاعك ممل محدش هيجي عشان يتفرج على الفيلم التاني. مشكلة زاك سنايدر الأساسية التانية في الفيلم ده هو إن الفيلم مش قصة بتتطور في اتجاه واحد للنهاية، لا ده مجموعة قصص جانبية ما بتروحش في أي حتة. تعالى ما اوريك قصدي. زي ما قلت قبل كده مفيش حاجه بتحصل في اول نص ساعه في الفيلم، هي مجموعه لحظات عابره ملهاش اي لازمه، مش مشاهد كامله. سفينه في الفضاء مع اكسبوزيشن، كوره وهي بتزرع، المزارعين قاعدين مع بعض، كوره بتتكلم مع راجل وبتلمح للماضي بتاعها، مشهد الامبراطوريه وهي بتوصل علشان تاخد الاكل، واللي ما يعتبرش مشهد قوي لان مفيش اي سياق وبطلة الفيلم مش موجودة في المشهد أصلا. وبعد معاناة مع الفيلم النص ساعة أخيرا بقى في مشهد في عقبة محتاج تصرف من البطلة علشان تتخطاها، لكن حتى وقتها احنا ما نعرفش الكاركترز اللي في المشهد ده علشان نهتم، فالمشهد مش مهم. هما الاتنين شخصيات سطحية جدا ما نعرفش عنهم اي حاجة واختفوا من الفيلم بعد كده. وعلى نفس المنوال الفيلم مش قصة بتتطور فعل ورا فعل، لا ده تجميع احداث عشوائية منفصلة. علشان نحمي القرية من الامبراطورية اللي هترجع تاخد الاكل كمان 10 اسابيع، كورة لازم تروح تلاقي عميل للثوار علشان توصل لهم وتقنعهم يساعدوها في حماية القرية. لكن بما ان العميل ده اتقبض عليه، فكورة دخلت للبار علشان تسأل الناس كلها بصوت عالي. I'm looking for information. بعد كده احداث غريبه بدات تتحرك. كائن فضائي كان عايز ياخد صديق كوره لاسباب خاصه بنتفليكس، فعلشان كده بدات خناقه. طيار سمع كوره وعرض عليها انه ياخدهم في رحله، فراحوا معاه علشان نروح بعد كده لكوكب صحراوي ونشوف طرزان وهو بياخد حريته عن طريق ان هو يركب الطائر العملاق ده، وبعدها بينضم لنا. بعد كده بنروح لكوكب المناجم علشان نشوف ساموراي وهي بتحارب عنكبوت عملاق خطف بنت صغيره، بعدها بتنضم لنا. كل ده واحنا بنشوفه وبنسمع عن حاجات زي الوقت اللي كوره قضته في الحرب والاميره اللي عندها قدرات. وفي اللحظه دي انت لازم تسال نفسك هو ايه اللي بيحصل يا جدعان؟ هو ايه اللي حصل لهدفنا الاساسي اننا نلاقي عميل للثوار علشان ياخدنا للثوار ونقنعهم يجي يساعدونا في حمايه القريه؟ احنا ازاي اتنقلنا من ده لاننا دلوقتي مع طيار ما نعرفوش بياخدنا الاماكن عشوائيه علشان نقابل ناس ما نعرفهاش بتعمل حاجات عشوائيه، كاننا في فيديو جيم وسيبنا المين ستوري علشان نلعب سايد كويست.
ويا ريت احنا اللي بنلعب، لا ده احنا بنتفرج على حد بيلعب السايد كويست، واننا نخلي القصه تتحرك بشكل غير متوقع ده شيء كويس. زي ملوك واوبي وان راحوا علشان يدوروا على الناس اللي تبع البرنسس ليا علشان تاخد المخططات للثوار، علشان يلاقوا نفسهم على الديث ستار، وقتها يقابلوا برنسس ليا نفسها وهي تاخد الرساله للثوار بمعرفتها. لكن ده لازم يكون ضروري للقصه بشكل كافي علشان يحركها لقدام، ومع زاك سنايدر ده ما بيحصلش، هو بيعمل اللي هو عايزه وخلاص. هل الطائر العملاق واننا نطير بيه هيقربنا من هدفنا الاساسي؟ هل ان احنا نقابل الساموراي ونقتل العنكبوت ده هيساعدنا في ان احنا نوصل للثوار بسرعه؟ لا، القصه الرئيسيه هتتحرك عادي جدا من غير الكلام ده كله، ولكن زاك سنايدر عايزه في الفيلم، فعلشان كده هيحطه في الفيلم. والمشكله مع السايد كويست منتاليتي دي ان هي بتحسسك ان الفيلم طويل جدا ومع ذلك واقف مكانه، لان القصه الرئيسيه بتاعتنا هي اننا نلاقي الثوار علشان يساعدونا في حمايه القريه من الامبراطوريه واقفه مكانها، ده لاننا بنتحرك لمكان تاني ناحيه هدف تاني مش الهدف الاساسي اللي موجود عندنا. another one. بعدها بطريقة ما بنلاقي الجنرال والثوار وبينضموا لينا، بعدها الطيار بيخن لصالح الامبراطورية، بعدها بنواجه مجموعة صغيرة من جنود الامبراطورية واللي في النهاية طلع ملوش اي لازمة، علشان نرجع اخيرا للقريه اللي هنحميها من الامبراطوريه. لكن ده هيبقى في فيلم تاني لان الوقت خلص مننا خلاص. احنا عملنا حاجات كتير جدا ومع ذلك تحس ان احنا ما عملناش اي حاجه، لاننا ما عملناش اللي المفروض نعمله، وكاننا قاعدين بنتفرج على فيلم ذا ماجنيفيسنت 7 ولكن بدون الحاجات اللي الماجنيفيسنت 7 كانوا بيعملوها، لان غالبا زاك سنايدر بيحتاج 5 ساعات علشان يقول اللي المخرجين التانيين بيقدروا يقولوه في ساعتين بس. يا عم زاك سنايدر انت لازم تختار، لو عايز تعمل فيلم بيتكلم عن المجرات والملوك والاميرات اللي عندهم قدرات والاغتيالات يبقى اعمله، لو عايز تعمل فيلم بيتكلم عن ساموراي بيحارب العناكب يبقى اعمله، لو عايز تعمل فيلم بيتكلم عن حماية قرية من الامبراطورية يبقى اعمله، لكن ابوس ايدك اختار، لان الفيلم ده مش اي فيلم منه. مشكلة زاك سنايدر الأساسية الثالثة في الفيلم ده هو إن الفيلم فيه عناصر كتير ولكن معظمها بدون جوهر، فعلشان كده تحس إن ملهاش أي قيمة. تعالوا نوري قصدي. تعالوا نبص على الروبوت مرة تانية، هو كول كاركتر، هو آلة ملكية مصممة على إن هو يحمي الملك اللي فقد هدفه في الحياة لما الملك اتقتل. الفويس اكتور بتاعه هو انثوني هوبكنز فور جاد سيك. لكن عملنا ايه بالروبوت؟ احنا فتحنا الصندوق وهو اتحرك، استخدمناه في نقل الصناديق وبعدها اتنمرنا عليه بدون اي سبب. اتكلم مع بنت من القرية علشان يقول لها انها شبه بنت الملك، علشان يدخل على الجنود وهم عاملين مشكلة ويضرب طلقة واحدة بعدها يجري حرفيا من الفيلم بالكامل. في الحالة دي كان ايه الهدف؟ ايه الهدف من اننا نجيب انثوني هوبكنز عشان يلعب دور روبوت طالما الروبوت ده هيختفي؟ هو ملوش وزن كافي علشان يبان ليه قيمه، ومع ذلك حاضر بشكل كافي علشان يضايقك لان انت كده اتضحك عليه. وعلى نفس المنوال في عناصر كتير ليها وجود في الفيلم ومع ذلك ملهاش اي قيمه، واللي بيخلي من الصعب على المشاهدين ان هم يعرفوا هم المفروض يركزوا على ايه اللي يستحق انتباهنا واهتمامنا بيه. في عندنا الديدلاين ان الامبراطوريه هترجع للقريه تاني بعد 10 اسابيع. واللي طلع ملوش لازمه، احنا ما عندناش اي احساس بالوقت، ما عرفناش احنا سافرنا في قد ايه، احنا حتى مش محتاجين ان احنا ندافع عن القريه على كل حال لان الفيلم انتهى قبل ما الامبراطوريه ترجع، فبالتالي التوتر بسبب الديدلاين ده ملوش قيمه. في عندنا قصه جانبيه ان كورا كانت الحارس الشخصي للاميره، واللي مش بس ملوش قيمه لان الاميره مش موجوده في الفيلم، لا ده كمان بيقلل من قيمه شخصيات تانية زي الروبوت. هو مش الهدف من الروبوت كان انه يبقى حارس العائله الملكيه وفي عنده ارتباط بالاميره، لكن كورا عندها الارتباط ده برضه فمش مهم. اللي عايز اوصل له هو ان زاك سنايدر عنده جشع، هو عايز يستخدم كل العناصر اللي ممكن يفكر فيها حتى لو ما عندوش وقت ان هو يستخدمها. ايوه تعالوا نبني المشهد ده على الارتباط بين الروبوت والبنت اللي من القريه، على الرغم ان محدش فيهم شخصيه رئيسيه فبالتالي محدش هيهتم. ايوه في كل مكان الفيلن يروحوا تعالوا نديله الناس دول اللي لابسين احمر ومعاهم كتب، على الرغم من انهم ما بيعملوش اي حاجه غير انهم يسببوا ارتباك بسبب سؤال هم مين الناس دي. ايوه تعالوا ندي الناس اللي مع كورا باك ستوري مفصلة زي القائد العبقري على الرغم ان جزء القيادة ده ما استخدمناهوش وكل اللي عمله انه يضرب من بندقية زيه زي الباقي. ايوه نحط عناكب وطيور ملهاش لازمة، وحوش تحت الارض ما بتعملش حاجة، قصة حب مش موجودة في القصة.
love with her. اديني كل حاجه. قبل كده عناصر زاك سنايدر في الافلام كان بيبقى ليها هدف، لكن دلوقتي العناصر بتبقى موجوده في الفيلم علشان تبقى موجوده وخلاص، وللاسف هو ده شغل زاك سنايدر حاليا، هو موجود وخلاص، ودي حاجه تزعل لان انا زي ما قلت في الاول هو رائع في تصميم المشاهد، هو بس بقى too powerful too quickly، والحل الوحيد علشان يتحسن ان هو يتحط في مكان، ما تدلوش فرصه ان هو يكتب، ما تدلوش فرصه ان هو ينتج، اللي بيحصل ده مهزله يا جدعان. زاك سنايدر بيبقى في احسن حالاته كمخرج بيحكي برؤيته قصه حد تاني، كفايه سنايدر كاتس، كفايه سنايدر يونيفرسز، خلونا بس نشوف فيلم واحد بس من اخراج زاك سنايدر ارجوكم، وهو ده فيلم ريبل مون تشايلد فاير، فيلم مشاهدته تزعل على حال المخرج بتاعه، وعلى الرغم من اني لسه ما شفتش الجزء الثاني ولكني حاسس اني لما هتفرج عليه هزعل على حاله اكتر. لكن لو انت بتتفرج على الفيديو ما تنساش تعمل له لايك، ولو عجبك وعايز تشوف زيه في منه كتير قوي على القناه، وفي حاجات تانية من محتوى تاني برضه لو انت عايز تشوفها، وانت هناك بالمره بقى اعمل سبسكرايب. اما بقى لو انت مؤلف وبتالف فيلم من النوع ده او ناوي تالف فيلم من النوع ده، ما تنساش تبقى تاخد بالك من الاخطاء دي، والا عدوك اللدود هيبقى نفسه.